جينا في انتخابات 2001 ما لقيتش المجال مناسب، ويمكن واحد من اصحاب الرؤيه في الانتخابات قال لي رشح نفسك واقعد في البيت. قد يكون مبالغا، قد يكون ده غرور مني ان انا اقول لك الكلام ده، لكن ده يدلك على ان عندي فرص نجاح عاليه جدا. كويس؟ ما انا ما رشحتش نفسي وما نزلتش. انتخابات 2005 كان في محاوله لتجميع مجموعه، فشلت، ما رشحتش نفسي وما نزلتش. واخد بال حضرتك؟ في كل الكلام ده لاني ما لقيتش جو مناسب اقدر اعطي من خلاله جوه النادي، فاثرت ان انا اقعد في بيتنا. يبقى انا حريص على المناصب. طب ممكن تكرر تجربه قائمه الاستاذ ممدوح عباس لمره اخرى؟ ازاي؟ يعني لو هو هينزل انتخابات مره اخرى وحضرتك تبقى موجود في قائمته ولا لا؟ لو نزل تاني الاستاذ ممدوح عباس غالبا انا مش هنزل، لكني مش هنزل خالص. لكن يعني لو ما نزلش خالص ممكن ينزل رئيس. احتمال واحتمال على حسب الظروف. الاستقاله الثانيه برضو اللي انا بتهم بيها هم استقالتين. انا كنت عينت نائب للرئيس مع الاستاذ مرتضى منصور، وبعدين اوقف الاستاذ مرتضى منصور وانا توليت الرئاسه بالانابه لفتره حوالي كام شهر كده. رفع مرتضى منصور قضيه وكسبها ضد ايقافه.